الموضوع معقد، الموضوع جدا معقد على ريال مدريد ضد مانشستر سيتي. ليش؟ اسمع مني، مانشستر سيتي لم يخسر من 22 مباراة متتالية حتى الآن، وفي المباريات التي لم يخسر بها واجه أندية كبيرة، ولم يهزم في مباراة أوروبية في أرضه منذ 4 سنوات. وفي ال4 سنوات ريال مدريد واجه سيتي في أرضه ولم يستطع الفوز عليه. والسيتي هذا الموسم في الأدوار الإقصائية تعادل في جميع مبارياته في الذهاب بنتيجة 1-1، وفي مباراة الإياب فاز فيها. وريال مدريد لم يتأهل في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وهو متعادل في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي. وفوق كل هذا مانشستر سيتي عنده ثار كبير من نادي ريال مدريد بعدما أخسر في نصف النهائي في الموسم الماضي. ومانشستر سيتي يمتلك أفضل مدرب في العالم ويمتلك أفضل مهاجم في العالم، ولكن إذا فاز ريال مدريد سيكسر أرقام مانشستر سيتي وسيستمر ثار مانشستر سيتي وسيكسر حلم تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.